شايفين الجمال؟ طاجن العزومات اللي مفيش عزومة الا ولازم الطاجن ده يبقى موجود فيها. طاجن البامية باللحمة، مش عايزة اقول لكم حاجة عظمة. طب لو جربتي بقى كمان الطريقة دي، الطاجن ده هيبقى اساسي على سفرتك في رمضان. تعالوا كده نشوف اللحمة بالبامية عاملين ازاي. بصوا البامية بتاعتنا مستوية وناعمة جدا. بصوا واللحمة بتاعتنا دايبة دوب. طب تعالوا كده نشوف احنا عملنا ايه مع بعض. يلا كده نبدأ مع بعض بسم الله ونشوف احنا عملنا ايه مع بعض. اول حاجة معايا هنا هجيب معايا حلة، هنزل بمعلقة سمنة، وبعد كده هنزل باللحمة بتاعتنا علشان انا هنا عايزة اشوح اللحمة، مش عايزة تقع على طول، ودي تركاية هتطلع اللحمة معانا تحفة. هنا بقى هبتدي اقلب اللحمه معانا كده بعد ما خدت الصدمه بتاعتها بالشكل ده. بعد كده بقى هنزل بشويه فلفل اسمر، ورقتين راوله، وبعد كده بقى ايه، هنزل بجزر مكعبات وبصل، وهبتدي اقلب معايا. هنا بقى بعد ما تاخد معايا لون كده وتتشوح معانا، هجيب ميه مغليه وانزل على اللحمه بتاعتنا. انا هنا هخلي اللحمه بتاعتي تستوي نص سوا، مش هسويها سوا كامل. هنا بقى اول ما ابتدت تغلي معايا كده، لو في اي حاجه على الوش هبتدي اشيلها، عشان انا عايزه الشوربه بتاعتنا تبقى صافيه وجميله. بصوا شكل الشوربه بتاعتنا بقى حلو وجميل قوي ازاي. تعالوا بقى نعمل الخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده هجيب برضو معلقه سمنه معايا او معلقه زبده، وهنزل بالبصلايه وابتدي اقلبها. اول ما البصلايه تدبل معايا كده، هحط معايا معلقه توم مفروم، وانا بحب الباميه يبقى التوم كتير فيها، بيديها طعم حلو قوي. هبتدي اقلب. اول ما التوم ريحته تظهر معانا، هنزل باللحمه اللي احنا سلقناها بالشكل ده، وهبتدي بقى برضو اقلبها كده عشان تاخد لون من كل الاتجاهات. هنزل بقى بالباميه. الباميه هنا انا كنت مفرزاها. بصوا ده شكل الباميه اهي معانا. وبعد كده بقى هنزل بشوية توم صحيح وابتدي اقلب. وبعد كده هنزل بقى ايه بشوية فلفل اسمر وشوية ملح والبهارات بتاعتنا. بعد كده نزلت بالصلصة بتاعتي اهو، وحطيت شوية شوربة، وهنا حطيت شوية ملح تاني عشان حسيت ان هي محتاجة ملح. وبعد كده حطيت شوية بابريكا، وحطيت التوابل بقى بتاعتك اللي انت عايزة تحطيها، وهحط معايا مكعب مرق. وبعد كده بقى ايه، هسيبها على النار تستوي كلها البامية باللحمة. وبعد كده بقى ايه، هقول لكم الخطوة اللي بعد كده ايه. انا هنا بقى بعد ما استوت معايا خالص، هجيب بقى الطاجن بتاعنا اللي انت هتقدمي فيه اهو. ابتديت انزل بالبامية. انا عايزه اقول لكم الطريقه دي حرفيا تحفه بجد، جربيها هتعجبك قوي. بعد كده بقى بعد ما حطيت الطاجن بتاعنا اهو، حطيت شويه شوربه ولفيت الطاجن. بعد كده هحط قطعه زبده ورشه شويه فلفل اسمر، وحطيت قرن فلفل، وهدخلها الفرن. الله الله ايه الجمال ده. بصوا بقى بعد ما طلعت من الفرن بجد تحفه، مش عايزه اقول لكم ريحتها قلب البيت. بجد جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.